السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، والنهارده هنعمل رز بلبن بطريقة سهلة جدا وبمقادير مظبوطة. هيطلع معاكي رز كريمي وطعمه تحفة. وكمان هنتكلم على اسرار الرز بلبن كلها عشان يطلع معاكي رز بلبن ناجح، وسر بقى الكرمشة بتاعت ايه وش طبق الرز ابو لبن. لو اول مرة بتشوفوني اعملوا اشتراك في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك حلو للفيديو. قبل ما تبتدي تعملي رز بلبن تكوني مظبطه الرز بتاعك وغسلاه مره واحده، ما تغسلوش اكتر من مره علشان يحتفظ بالنشا جواه. وكمان تنقعيه ربع ساعه 15 دقيقه، نقع الرز بتاعك علشان يطلع معاكي طري وما ياخدش وقت معاكي خالص في السوى. تمام. دي اول حاجه. يلا نخش على المقادير بتاعتنا، وهنقول مقدار الكيلو اللبن واحد بس، وانت حابه بقى تضعفي الكميه زي ما انت عايزه. بس امشي على المقادير دي بجد هيطلع معاكي رز في منتهى الجمال. مقدار الكيلو اللبن يا جماعه بياخد 3 ارباع كوبايه رز، 3 ارباع كوبايه سكر. لو انت بتحبيه محلي قوي تبقى كوبايه كامله سكر. تمام. يبقى كيلو اللبن بياخد 3 ارباع كوبايه رز، 3 ارباع كوبايه سكر، معلقه من النشا، معلقه من بودره كريم شانتيه، 3 معالق كبار لبن بودره، وكيس من الفانيليا. خدي بالك من التكات بتاعه الرز بلبن عشان يطلع معاكي كريمي، وهيطلع معاكي احلى من اللي انت بتشتريه من بره بكتير جدا. معايا حله فاضيه على النار، هنزل بثلاث كوبايات من الميه، انا بعدهم معاكم كوبايه كوبايه. يبقى معايا حله فاضيه كده، ونزلت فيها بثلاث كوبايات ميه. طبعا انا مهديه النار جدا لحد ما اضيف الاضافات كلها، وبعد كده اعلي النار تاخد غلوه، وبعد كده ايه هتشوفوا معايا الخطوات واحده واحده انا هعمل ايه. نزلت بثلاث كوبايات من الميه، هنزل باللبن البودره اللي معايا. تمام. هنقلب كده لحد ما اللبن يدوب معانا خالص في الميه، هعلي النار ياخد غلوه واحده، وانزل بكميه الرز اللي معايا. خلينا ماشيين واحده واحده كده علشان يطلع معاكي رز ناجح وطعمه تحفه. طبعا يا جماعه عشان الرز يطلع معاكم كريمي لازم تمشوا على الخطوات مظبوطه علشان يطلع معاكي رز ناجح، ورز كده كريمي وطعمه حلو. وطبعا اهم حاجه المقادير تمشي معايا واحده واحده علشان يطلع معاكي ناجح من اول مره. طبعا اللبن كده كله داب معانا في الميه، خد اول غلوه كده. هضيف بقى كميه الرز اللي انا قلت لكم اللي انا نقعاها. تمام. وبعد كده اقلب كده لحد ما ياخد معايا بقى ايه الغلوه الاولانيه دي كده، يغلي معايا غلوه، وبعد كده اوطي النار خالص اهديها. اهدى نار عندك تهديها، وتسيبيه يستوي على نار هاديه لحد ما يستوي تماما ويبقى دايب في ايدك كده. تمام. اول غلوه اهي خدها. هوطي النار بقى، واسيبه يستوي بقى براحته علشان كمان ما يشطش مني. وما تقلقيش من اللبن البودرة ده يا جماعة، ده هو ده سر بقى من اسرار اللبن الرز بلبن معانا انه يطلع كريمي وطعمه حلو. هيديكي طعم مختلف تماما. وكمان اللبن ده كامل الدسم، ده كمان هيطلع معانا وش دلوقتي وهو بيغلي، وهوريه لكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين خلاص بقى الرز، انا كده بقى بوريكم الوش ايه اللبن البودرة معايا. شوفوا بقى وشه عامل وش قشطة، وكان مخلي الرز بلبن معايا طعمه في منتهى الجمال. وكمان دلوقتي يا جماعة اللبن بقى غلي، فمش هتلحقي بقى ايه تسوي كمية الرز كلها في لبن معاكي. تمام. فاستعملي برضو اللبن البودرة ده بيدي نتيجة حلوة جدا، وهيديكي قوام مش عايزة اقولك عامل ايه. وزي ما قلتلك دوت سر من اسرار المحلات طبعا. طبعا كده بقى الرز استوى يا جماعه، وادي 3 ارباع كوبايه رز ادتنا كميه عامله ازاي بقى ما يستوى. وطبعا هختبره معاكم دلوقتي وهتشوفوا بقى ايه بنفس الشكل ده، مجرد ما يبقى دايب معاكي كده وانت بتتكي على حبايه الرز، اعرفي بقى ان هو استوى. تمام زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى اللبن انا مش غالياه، وده سر تاني من اسرار الرز بلبن. هقول لك بقى ما تغليش اللبن على طول تجيبيه من اللبان، واهم حاجه يكون نوعيه لبن تكون ممتازه. سر نجاح الرز بلبن يا جماعه نوعيه اللبن اللي هتضيفيها. لازم أن تكون لبن واثقه فيه، ويكون لبن كامل الدسم، يكون يديكي نتيجه حلوه قوي للرز. تمام. طب انا ما غليتش اللبن ليه على طول جبته وضفته كده؟ لانه كده كده هيغلي معايا مع الرز، ومش عايزه بقى من كتر ما هغليه واضيفه تاني يتغلي تاني هيدينا قوام عامل زي قوام السمنه كده. تمام. هيفصل معانا. فطبعا هو هيغلي خلاص معانا كده، وهنبتدي بقى نشوف الاضافات اللي احنا هنضيفها مع بعض. خدوا بالكم من التفاصيل الصغيره دي علشان ده اللي بينجح معاكي الرز بلبن ويديكي ايه القوام الكريمي اللي طعمه حلو ده. وزي ما قلت لك انت لو حباه زياده في السكر هتضيفي الكوبايه كامله.
طب لو حباه سكره مظبوط يبقى 3/4 كوبايه سكر على الكيلو، مظبوط قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف بقى السكر ونسيبه بقى يغلي معانا كام غلوه كده، ونبتدي بقى نحضر بقى ايه النشا بتاعتنا وبودره الكريم شانتيه دي اللي هنضيفها بقى. هتشوفوا الاضافه هنضيفها ازاي. ما تنفعش خالص تضيفيها من غير ما تدوبيها في ميه. تمام. قلبي كده على طول، وبرده النار متوسطه، ما تعليش النار قوي. مجرد بقى ما يغلي غلوه غلوتين هنبتدي بقى نضيف الكريم شانتيه بتاعنا وكمان النشا زي ما انتوا شايفين كده. هقلب فيه كده لحد بقى ما احس ان هو لف معايا شويه كده، وهبتدي بقى اضيف الاضافه بقى الاخيره بقى، وهيطلع معاك ان شاء الله ناجح من اول مره. بس اهم حاجه خلي بالك من التفاصيل اللي انا قلتها كلها، وخلي بالك من المقادير. يبقى نجاح الرز بلبن مقادير مظبوطه، لبن مظبوط. طبعا نزلت بمعلقه النشا ومعلقه من بودره كريم شانتيه وشويه ميه صغيرين خالص، لو لبن يكون افضل. وتدوبي كده لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضيها. وهكون بقلب الرز بايد، وطبعا بضيف الاضافات التانية بالايد التانية. لازم تقلبي على طول علشان ايه ما يعملش تكتلات منك. تمام. وكل ده يا جماعه على نار متوسطه. ادي الحاجة حقها كده، هتطلع معاكي زي الفل. قلبي 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 لحد ما تلاقيه لف معاكي وبقى مظبوط. ومش لازما يا جماعة تسيبيه ايه يتقل معاكي جامد، لان خدي حسابك اللي انت لسه هتدخليه التلاجة وهيتقل معاكي، واحنا عايزين قوام كريمي كده، مش القوام ايه ان الرز يختم معانا ويبقى تقيل. تمام. كده قوامه زي الفل. نحضر بقى الاطباق بتاعتنا ونبتدي بقى ايه نغرف الرز ابو لبن ده. اخر حاجه بقى ايه هنضيف بقى ايه الفانيليا بتاعتنا عشان تديله الريحه الحلوه دي. وكده قوامه زي الفل، ما تقولوش خفيف. لسه اعملي حسابك ان هيبرد وهتدخليه التلاجة. واحنا عايزين رز بلبن بقى مش محجر، احنا عايزين قوام كريمي كده يبقى ايه طعمه حلو. يبقى كده القوام اللي انتوا شايفينه زي الفل، ومعلقه نشا كفايه قوي على الكيلو اللبن. تمام. تبتدي بقى فرغيه كده، ومجرد ما يبرد هنروح بقى مغطيين الاطباق ديت. وده سر بقى التالت بتاع الرز ايه الكرمشه بتاعته، انك تغطي اللبن بس لما تغطي الرز ابو لبن. لما يبرد ما ينفعش تغطيه وهو سخن خالص عشان ما يجيبش ميه ايه في الطبق. تمام. يبقى هنفرغ كل كمية الرز بلبن معانا في الأطباق كده. وطبعا كان عامل لي كيلو 10 أطباق رز بلبن، والله العظيم كان جميل جدا. وطبعا حلو قوي، مش لازم أن تكتري. يعني أقل حاجة هتديكي كمية محترمة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى القوام ده قوام كده مظبوط يا جماعة. هنسيبه بقى يبرد. وطبعا الحله مش لازقه زي ما انتوا، حبيت اوريكم طبعا شكل الحله. والله العظيم بجد جربوا الطريقه دي مش هتندموا، طعمها حلو وهيطلع معاكي كريمه في منتهى الجمال. وزينيه بقى طبعا بالاضافات اللي انت عايزاها، سواء فواكه بقى او بسبوسه بالقشطه، الحاجه المتاحه عندك. الكيلو اللبن طلع لي يا جماعه المقدار اللي انا اتكلمت عليها في بدايه الفيديو، طلعت لي ال10 اطباق دول زي ما انتوا شايفين. هسيبه يبرد بقى وادخله التلاجة، وهغطيه. لازم تغطيه علشان يديك الكرمشه الحلوه اللي انت شايفاها دي. شوفوا بقى شكله يا جماعه، شكله في منتهى الجمال وكريمي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، طالع كريمي معايا ولا طعمه يا جماعه تحفه. وتاني معلش بكتر عليكم في الكلام، لو حابينه سكره زياده يبقى كوبايه سكر مظبوطه قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين، احلى من اللي احنا بنشتريه من بره بمراحل كتيره جدا. وكفايه نظافته وكفايه ايه اللي انت عاملاه في البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.